حقيقي تسلم صاحبة الأفكار دي. شوية أفكار كده هتحلي لنا أكبر مشكلة بتواجهنا في المدارس. تعالوا نشوف أول فكرة مع بعض. أول فكرة معانا، لو ابنك أو بنتك جاب الكتاب بالشكل ده في المدرسة مليان كده جاف وكده مش حلو خالص، وطبعا مهما عملتي وشلتي كده مش هيتشال خالص. تعالي ما أقولك على فكرة حلوة قوي هيتشال معاكي في ثواني. وطبعا ده لو قلم جاف موجود على الكتاب. هتجيبي أي نوع برفان متوفر عندك في البيت، وبرشة واحدة بس عايزة أقولك ده كله هيسيح كده وهيتشال. بصوا بمنديل بفوطة بأي حاجة موجودة عندك، والكتاب هيرجع جديد وكمان أحسن من الأول بكتير وهينضف خالص. جربي الفكرة دي بجد هتعجبك جدا. تعالوا نشوف الفكرة اللي بعد كده. لو انتي عندك الفينو كده ومش طازة أو بيتفرفط منك خالص، وطبعا كل ما نحطه فيه الشنط بتاعة الولاد بيتفرفط خالص وبيبوظ بالشكل ده مهما تحطي فيه. تعالي بقى اما اقولك على فكرة خطيرة، مش هيبوظ خالص ان شاء الله وهيفضل كده متماسك لحد آخر اليوم. أول حاجة هتقسميه بالنص بالشكل ده، وبعد كده اوعي تفتحيه من الجنبين خالص. هاتي اي مقوره موجوده عندك وافتحيه بالشكل ده. لو فتحتيه ونزل كده شويه مفيش اي مشكله، بس حاولي ما تطلعيش منه اي عيش خالص. هتجيبي بقى اي حشو موجود عندك، ممكن لانشون، ممكن جبنه، ممكن اي حاجه تدخليها كده بالمعلقه. بجد الفكره دي حلوه قوي وهيفضل متماسك كده ومش هيبوظ الشنطه، والولاد هيمسكوه بكل سهوله. ومهما اكلوا منه بصوا بيفضل متماسك حتى. وعلى فكره ده مش طازه يا بنات وهيفضل متماسك. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. الفكره اللي بعد كده طبعا في حصه الالوان زمان الشنط كانت بتتبهدل. طبعا لو ابنك او بنتك جم وجابوا الشنطه متبهدله بالالوان بالشكل ده، اوعي تشيلي اي هم. هاتي من الصيدليه كحول. الكحول ده خطير يا جماعه، لازم يكون موجود عندكم، وخصوصا في مشاكل المدارس بيحل مشاكل كتير جدا. هتروحي حاطه الكحول على الشنطه بالشكل ده، هيشيل الالوان في ثواني. حتى لو يعني بصوا اي الوان موجوده عندك بجد يعني خطير حقيقي. هترشي منه بقى على كل الحاجات اللي موجوده او الالوان الموجوده. بصوا مره واتنين هيطلع معاكي بكل سهوله. حتى كده لو دعكتيه دعكه كده خفيفه خالص ولسه اثر هتحطي تاني هيروح كده طاير في ثواني. بيطير بصوا يعني انا ما عملتش مونتاج اهو، بيطير الالوان اللي موجود على اي شنطه بدعكه كده خفيفه خالص ورشه من الكحول. بجد الفكره دي حلوه قوي، جربيها. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. الفكره اللي بعد كده لو انتي الاطفال عندك بقى في الابتدائي بقى وبيستخدموا قلم رصاص، وطبعا مشكله الاستيكه عندنا كلنا. الاستيكه دايما كده تحس ان هي ضايعه كده في كل البيت. هقول لك على فكره حلوه قوي وبديل ممكن يعني تخبيه كده في الدولاب، لما الاستيكه تضيع تطلعيها. الاستيك ده بجد تحفه يا بنات. ممكن تجيبي 2 3 كده في البيت تخبيهم، ووقت ما تحتاجيهم هتحطيهم كده على صباعك، او كمان ممكن مثلا عشان ما يضغطش على صباعك ممكن تمسكيه كده وبكل سهوله هيتشال القلم الرصاص. هتفضلي كده تعمليه بالشكل ده وهيتمسح معاكي بكل سهوله. ودي حيله حلوه قوي وقت الاستيكه لما تضيع هتحتاجيها ان شاء الله. بجد جربي الفكره دي هتعجبك جدا. شفتوا مفيش اثر خالص. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. طبعا الولاد يعني القلم الجاف والركنه او الريسبشن عندك لازم يحصل لنا كلنا الشكل ده والمنظر ده. تعالي بقى اما اقول لك على فكره حلوه قوي بحاجتين كلنا يعني موجودين عندنا كلنا. هاتي فرشه البلاط دي خطيره. طبعا مش هتعملي بيها بس، هاتي معجون الاسنان خطير يا بنات في انه يشيل اي حبر موجود على الركنه. بصوا حته كده صغيره خالص، مش يعني ما تكتريش. وبعد كده رشه كده من الميه بفوطه كده صغيره، وحطي يعني حطي كده ما تكتريش برده شويه ميه كده صغيرين بس علشان يساعدوا. بعد كده الفرشه دي خطيره جدا مع معجون الاسنان ورشه كده من الميه صغيرين. بصوا حقيقي هتمحي اي قلم حبر موجود عندك في الركنه. وبصوا انا ما عملتش مونتاج اهو علشان تصدقوا، لو في اي اثر بصوا هتعيدوا تاني بس في ثانيه كده. طول ما انتوا كده ورا القلم الحبر كده اجروا ورا الولاد، والمعجون الاسنان هيحل كل المشاكل دي. بجد جربي الفكره دي هتعجبك جدا، وكمان هينظف عندك الركنه وما شاء الله ولا كأن في حاجه حصلت. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو الولاد جم من المدرسه وطبعا ساعات كده بتلاقي ايديهم مليانه جاف، طب انا هقول لك بقى على فكره حلوه قوي. القلم الجاف ده من الايد او حتى من اي مكان هيتشال بكل سهوله، حتى لو على رجليهم او في ايديهم او كده. هتجيبوا برضو البرفان يا جماعه
جماعه حلو قوي، بيشيل اي قلم جاف من على الايد. بصوا بيسيح كده زي كده الكتاب بالظبط في اول الفيديو زي ما قلت لكم، وبصوا في ثواني كده بيسيحوا وبتتشال بكل سهوله، حتى بيخلي ريحه الايد كده خطيره بجد. البرفان يا جماعه حلو قوي. وطبعا في انواع برفان رخيصه جدا، عشان ما حدش يقول لي البرفان غالي او كده، لا في حاجات رخيصه جدا حتى لو ب 30 جنيه هيتشال بكل سهوله. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. تعالي بقى الفكره دي خطيره، تنفع للبنات الكبار واللي في الكليه كمان واللي بيدرسوا او اللي بيشتغلوا. هتجيبي حته من المنديل بالشكل ده وهتفرديها كده، لازم تكون مفروده كده. وبعد كده هتجيبي اي شاور موجود عندك، حتى لو شامبو برضو عادي مفيش اي مشكله. وبعد كده هتفتحي كده الشاور وتوزعي الشاور ده على المناديل. طبعا شامبو عادي مفيش اي مشكله، شاور اي حاجه متوفره عندك اوعي يعني تعطلي، وهترشيه بالشكل ده. وبعد كده هتوزعيه بايدك، لازم توزعيه كويس جدا بحيث المنديل كده يتشرب الشاور. ولازم خطوه مهمه قوي قوي، لازم ينشف، يعني لازم كده بعد كده ما تاخديه بالشكل ده تنشفيه، تسيبيه بقى في الشمس في البلكونه في الاوضه، بلاش البلكونه عشان ما يطيرش، وهتحطيه بالشكل ده. وبعد كده هتقطعيه بقى قطع صغيره، بحيث ان يعني القطع الصغيره عايزه اقول لك ممكن كده تغسل ايدك كلها، يعني ما شاء الله بترغي جامد جامد، والمنديل ما بيتأثرش. هتقطعيه كده قطع صغيرة بحيث كده كل يوم قطعة، وقت بقى ما الولاد يحتاجوهم في المدرسة، مثلا تحتاجيه في الجامعة في اي حاجة. بصوا ما شاء الله احلى من الصابون بكتير جدا، وحاجة كده ناشفة يعني غسول ناشف كده في الشنطة بتاعتك. وبصوا ما شاء الله بكمية كده بسيطة خالص من المية هيخلي ريحة ايدك كده فلة، والمنديل ما تقلقيش ما بيحصلوش حاجة خالص، بيتكوم كده على بعضه وما بيتفرفطش. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا، واعملي منشن لاصحابك كده، يعني الفكره دي خطيره وبتخلي ريحه ايدك تحفه بجد. عينيهم كده في الشنطه هتحتاجيهم. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. اللي بعد كده بقى طبعا كوتشيات الاولاد من المشاكل اللي يعني بتواجهنا كلنا، وطبعا مش هنحطها في الغساله كل شويه هتبوظ ويعني هتتبهدل، وريحه كمان الكوتشيات هقول لك على فكره حلوه قوي. طيب بالنسبه بقى للكوتشيات البيضاء ازاي تغسليها من غير ما تحطيها في الغساله؟ هتجيبي كده حته كده صغيره من معجون الاسنان وتحطيهم على اي نوع كوتشي موجود عندك، وبالذات الكوتشيات البيضاء او البيضاء في الوان. بعد كده بقى هتروحي جايبه اي فرشه اسنان بقى، طبعا اي حاجه. بس في حاجه مهمه جدا بديل فرشه الاسنان، ودي اسهل من فرشه الاسنان. يعني فرشه الاسنان ممكن تاخد منك كده وقت. هتجيبي الشيفون ده، الشيفون يا جماعه او القماش الشيفون ده خطير. هتبليه كده شويه ميه صغيره خالص خالص، مش عايزين كده ميه كتير. وبعد كده هتغسلي الكوتشي بكل سهوله. عايزه اقول لك بقى بصوا هيرغي وهيشيل اي نوع من التراب او البقع اللي موجوده في الكوتشيات، وهترجع لك الكوتشي كمان خطير، يعني احلى من اول بكتير بجد. معجون الاسنان مع قماش الشيفون ده تحفه يا بنات، جربوها. تعالوا بقى نشوف ريحه الكوتشيات هتحليها ازاي. بصوا ما شاء الله الكوتشي زي يعني زي الاول واحسن بكتير. الفكره اللي بعد كده بقى ريحه الكوتشيات، طبعا بقى في ريحه كريهه جدا من الكوتشيات، وسواء مثلا جايين مدرسه من اي مكان هتستخدمي الكربونات دي ب10 جنيه كربونات، وهتعيش معاكي فتره كبيره جدا. هتحطي حوالي نص معلقه صغيره كده من الكربونات وفي الكوتشي ده، بيضيع الريحه خالص وبيخلي ريحه الكوتشيات خطيره. الكربونات واصلا من الحاجات اللي بتمتص اي ريحه، سواء في الثلاجه في الكوتشيات في اي مكان. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه، والسلام عليكم.